جهده ويطالب بكل إمكانياته وينادي بكل صوته من أجل استرجاع حقوقه. ولذلك أنا أشوف حتى الآن هاي الظاهرة اللي الآن يتبعها إخوتنا الصدريين في مجال الانتفاضة أو التظاهرات، مع انضباطهم العالي، مع عدم الاعتداء على المال العام، مع احترام الأجهزة الأمنية، يفترض أن مو نبقى نتفرج والله شنو دول الصدريين شغلة ما تخصني، وباشر يطلعون الكذائيين وهاي الشغلة ما تخصني وتتبعثر الجهود. لا، يفترض أن تلتحم الجهود وتتضافر وتطالب، لأن المظاهرات اللي نشوفها الآن هو مطلب جماهيري مو مطلب صدري، مو فلا زال أنه مطلب جماهيري. فالمفروض أن كل الجماهير المتضررة أن يعلو صوتها لمنع الفاسدين وإبعادهم عن السلطة ومنعهم عن السفر وإحالتهم للمحاكم واسترداد المال منهم وإسقاط الجنسيات المزدوجة. المفروض أن يكون عندنا موقف جريء وشجاع. أما إذا نبقى ذولا صدريين خليهم براحتهم، وباشر يطلع غيرهم هم نقول هذول مو شغلنا ومو ويانا وخليهم براحتهم، النتيجة بعدين تتبعثر الجهود وتروح، وممكن أن يجي واحد يركب الموج من نفس الفاسدين ويعيد الحال إلى ما هو عليه. هو ما يقول لك أنا والله أظل باوع وانتظر إلى أن يخرج الإمام. الإمام هم يعاتبنا يقول وين موقفكم؟ المفروض منكم أن تقومون